990 900 وألف حين التحق بمدرسة الوداد قادما من كندا وعمره لا يتجاوز 7 سنوات. بدأ مشوار الأسد ياسين بونو الذي بدأ تسلق سلم النجاح بحكمة وصبر. تدرج مع الوداد من فئة الصغار وصولا للفريق الأول، ليبدأ في تلقي عروض الاحتراف منذ بداية العشرينات. نجاح لم يتحقق بالسهل، بل امتحن فيه القدر صبر ياسين بونو الذي أكد أن المستحيل ليس مغربي وأن لكل مجتهد نصيب. عاش التجربة الإفريقية من دكة البدلاء كحارس احتياطي، لكن نهائي أغلى لقب إفريقي بين الوداد والترجي سنة 19 و2000 سيسلط الضوء على موهبة بونو في حراسة المرمى، وتنهال عليه العروض من أندية محلية وأخرى عالمية. ليختار بونو المضي على خطى بادو زاكي في اتجاه الديار الإسبانية، وتحديداً نادي أتلتيكو مدريد. لكن وجود أسماء كبيرة في حراسة المرمى بالنوادي الإسبانية ستبعد الأعين عن بونو إلى حين 14 من نوفمبر سنة 12 و2000 حين ستتم المنادات على ياسين كحارس لأسود الأطلس لأول مرة في مباراة ودية ضد فريق التوغو. مشوار طويل وبطيء من أتلتيكو مدريد ثم ريال ساراغوسا على سبيل الإعارة وصولا إلى نادي جيرونا العريق. هناك حيث سيبتسم الحظ لياسين ليظهر علو كعبه، مؤكدا أنه حارس يستحق الثقة ورجل المهمات الصعبة بامتياز. لقب أحسن لاعب إفريقي بالليغا وإدراج اسمه في التشكيلة المثالية للاعبين المغاربيين بجريدة فرانس فوتبول ستجعل الناخب الوطني إيرفي رونار يعتمد على بونو. مباريات كبيرة سيخوضها الابن البار للوداد ستجعله واحدا من أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في الدوريات العالمية، كما ستجعل بونو يكسب ثقة الناخبين الوطنيين كوحيد خليلوزيتش ثم وليد الركراكي الذي اعترف في مناسبات عديدة أن بونو سيبقى الرقم 1 وسيظل واحدا من أسس الفريق. هذا ما تحقق بالفعل في المونديال القطري أمام إسبانيا حين أصبح بونو خيط النجاة وحقق للأسود حلم مواصلة الزائر بقطر، مقاوما نطحات ثيران إسبانيا بتصديه لركلتي ترجيح، معلنا عن فوز مكن المغرب من مواصلة تدوين التاريخ ومكن بونو من تدوين اسمه في لائحة أفضل حراس المرمى في العالم.